يحكيوا على سلطان وما سلطان لله. هاك السلطان هذاك كان مشغوف بحب المال، النهار الكل هو يلم ويكنز ويقول يا قلت الصحة، ويد ما تعطي اليد، لا يعرف لا يصدق لا يتكرم لا يهدي لا يضيف. الشحة والنتونة متاعه ولا يضرب بهم الأمثال. أما خزنته هذيك مليانة تقبقب. الملوك ما هم قليل فيهم اللي ما يعرفش صنعة، تلقاهم كل واحد حافظ صنعة من صنايع ويتقنها، وساعات يكون أمين فيها باش صنايع، ويبدأ يخدم فيها في السرايا متاعه. ثم اللي يكون زنايدي، ثم الكوباجي، ثم المنقالجي، ثم النقاش الحداد النجار، وثم العالم اللي تلقاه عنده معمل يسميوه مخبر مليان بالدبابز وبالعقاقر والكوانن، وخلط هذا مع هذا وغلي مع بعضه. كانوا في القرون الوسطى يحكيوا على حجرة اصنعها واحد عالم، الحاجة اللي تمسها بك الحجرة هذيك تولي ذهب، وهاك الحجرة هذيك ضاعت ما يعرفوش عليها وين مشات. يقولوا اترفعت في السماء، يقولوا متملك بها جان. قعدوا العلماء قداش من قرن وهما جيل بعد جيل يفركسوا في السر كيفاش يصنعوا هاك الحجرة هذيك، حجرة أخرى كيفها. وفي عصر من العصور تفتيش هالحجرة هذه ولا أمودة، العلماء الكل ولاو ساهرين الليالي وبايعين النوم غالي يفركسوا كيفاش يصنعوا هالحجرة هذه العجيبة اللي يسميوها زمانتها لابيير فيلوزوفال. منهم مخينا هالملك هذا اللي مش نحكيو عليه اليوم، عامل مخبر في السرايا متاعه، وليل ونهار وهو يخلط في العقاقر ويهرس ويغلي ويمروح. حط شوية كركم، زيد عليه دم لخوة، غلي شوية ومنها زيد لحية الشيطان، وما يطلع حتى شيء. عاود حط حاجة أخرى. قلنا ما ينامش الليل. ليلة من الليالي تعب ياسر، وصل الفجر، هبط لجنينة باش يشم شوية نسمة ويرتاح حتى يطلع الصباح. جاء على كرسي وقعد يخمم والفكر سايح، وإذا بيه اتحل في وجهه باب العرش. قال اطلب 3 طلبات. قال لا نطلب 3 طلبات، لا 15 طلبة واحدة، نحب الحاجة اللي نحط عليها يدي تولي ذهب. قال هاك الكلمة هذيك ومشات من باله، ومش مصدق زادة، ومش متحقق اللي هذا كباب العرش اللي ولا برق العج ولا شكون يعرف عليه. أي بدات الدنيا تضوى بشوية بشوية، ضوات ولا صباح. هاك البستان هذاك فتنة للناظرين، بستان متاع ملوك، آية في الجمال، تشتهي ربي تقعد تفرج في هاك الأزهار والنوار، كل نوار عليها قطرات ندوة كيف الفضة. جاي يقص في وردة وإذا بيه يبسط في يده، يمس في العود متاعها ولا كأنه حديد، كأنه قضيب حديد، وكانت حمراء والورق متاعها أخضر ولا صفرة، والأوراق صفر. ثبت فيها مليح لقاها ولا تذهب، ما صدقش، زاد مس وردة أخرى ولا تذهب. حط يده على الكرسي اللي كان قاعد عليه ولا ذهب، ذوق 18 كانوا تخدم في الصاغة. افرح وزهق الملك هذاك، ولا يشطح وحده في ذاك البستان على ما أعطاه ربي من خيره. من حين هز هاك الوردات هذوك اللي ولاو ذهب،
وهز هاك الكرسي ومشى خباهم في الخزنة ورجع للبستان. هو خارج من باب السرايا للبستان والعسكري واقف ضرب له سلام، ارعش، ارمى يده، جات على المكحلة متاع العسكري ولا تذهب، زاد رمى يده على العسكري ولا ذهب، صنبة واقفة شادة مكحلة مقرتفة كما يقولوا وهي صفرة، ذهب. زاد خطوتين قدام البيت العسة، قال اضربوا طنبور، لموا العسكر، خلطوا عساكر العسة الكل يتجراو كل واحد مكحلته في يده ومازال يقد في حوايجه، ضربوا الصف على اليمين وعلى اليسار، صف على اليمين وصف على اليسار، واعطاوا السلام. بدا هو مقدم في وسطهم يرمي يده عليهم بالواحد بالواحد، اللي يرمي عليه يده يولي صنبة، ذهب. قال هذا هو لفار، قلب مس طبطب على كل واحد صنبة واقفة عاطية الاسلام، لا تحريك، لا عين ترعش، لا قلب يدق. قال شكون كيف تو؟ تشكونوا من الملوك اللي اغنى مني واللي ينجم يعمل كيفي؟ انا اللي مش نستولى على الدنيا الكل، والملوك الكل يوليوا ماليك عندي. صباح مازال ما فطرش، قال جيبوا لي الفطور لهوني الجنينه. خلطت هك الطامه والعامه في الجماعه نتاع الكوجينه، كل واحد يكركر في حاجه، نصبوا الطاوله، حطوا كل شيء، جابوا الفطور. هبطت بنته مش تفطر معاه، بنته عزيزه عليها عز من الدنيا كلها، عز من مم وعينه، وزينها لا دب ولا هب، لا في باديه لا في البلدان لا في عرب. صباح الخير بابا، تبسط عليه باش تبوسه، رمى يده على كتفها باش يعنقها، واذا بيه حس فيها يبسط تحت يده، وكيف ما تبسط عليه قعدت مطبسة وعينيها تضحك وفي فمها التبسيمة، وبدات تصفار حتى ولا تذهب صنبة ذهب. تحفة جميلة هي ومطبسة وتضحك، لكن صنبة. وقتها دخلت غولة بنتي، بدا يعنق فيها ويبوس ويقلب ويطبطب ويمس. وعندي شي حد وجيبوا لي الطبة، جيبوا العزامة، جيبوا الكتابة، جيبوا كل شيء، كل اللي متذوق مش جيبوا. قد ما جاو وقد ما قلبوا حتى حد ما فهم حاجة. طابت له وتحرقت له، شاح الريق في فمه، جاي يهز دبوسة الماء من فوق الطاولة ويصب يشرب باش يبل ريقه. يا اخي الدبوزة ولا تذهب، الماء اللي فيها جمد وصفار، رمى يده على الخبز ولا صمصومة ذهب، قالب جبن ولا ذهب، الزبدة العظم المروب المعجون اللي فوق الطاولة الكل ولا ذهب. ادخل وخرج في الحلة ولا يجري في هاك الجنينة هذيك ويطيح، والحاجة اللي يرمي عليها يده تولي ذهب. خرج من السرايا بدا يجري من بقعة لبقعة، الدنيا الكل ولا تذهب قدامه. اتيقن وقتها من هلاك. كيفاش بنادم يقعد حي في الدنيا من غير ما ياكل ومن غير ما يشرب؟ بدا يندب في وجهه ويبكي ويخبط، واذا به فاق. الراجل كان يحلم، وبدا وقتها يحمد في ربي اللي هي أضغاث أحلام وما ثماش ذهب، وبدا يبوس في الأرض ويركع ويقول يا ربي لك الحمد ونعم الشكر اللي فكيتني من هالهرجة هذه والهم تاع الذهب.